السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله معانا وصفة حلوة جدا، سهلة واقتصادية، وان شاء الله مقاديرها متوفرة في كل بيت. هنعمل جاتوه في الخلاط، سهل واقتصادي جدا، وان شاء الله تقومي تنفذي الوصفة حالا. حلو جدا، فرحي ولادك بقى في راس السنة واعملي لهم الجاتوه الاقتصادي الجميل ده. مقاديره سهلة وبسيطة. يلا بقى قبل ما نبدأ، لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي عشان عيلتنا تكبر بيكم. أول حاجة معانا طبعا كوباية ونص من الدقيق، معانا كوباية من الحليب، معانا كوباية سكر، 3/4 كوباية زيت، معلقة كبيرة من الخل، معانا بيضتين وكيسين فانيليا وذرة ملح وكيس بيكنج باودر ونص كوباية كاكاو خام. اول حاجة هنبدأ فيها زي ما تعودنا المقادير الجافة. اول حاجة كوباية ونص من الدقيق منخولين طبعا، ضفنا لهم ذرة من الملح وكيس من البيكنج باودر اللي هو ما يعادل معلقة كبيرة مليانة. قلبناهم كويس جدا مع بعض، وكده بقت المقادير الجافة جاهزة معانا. بعد كده بقى حضرنا الخلاط بتاعنا، والنهاردة هنعمله في الخلاط سهل وبسيط جدا. نزلنا اول حاجة ب3/4 كوباية من الزيت، عليهم كوباية من السكر، وطبعا نفس الكوباية اللي نعاير بيها كل المقادير. معانا كمان نفس الكوباية كوباية من الحليب، والنهاردة هنستعمله حليب مغلي. ليه؟ عشان السكر معانا سكر خشن مش سكر بودر. بعد كده ضفنا كيسين من الفانيليا، ونزلنا عليهم بنص كوباية من الكاكاو الخام. مقادير سهلة وبسيطة جدا، وإن شاء الله تلاقيها متوفرة عندك في البيت. هنضربهم ضربة حلوة في الخلاط بالشكل ده. بقى كده معانا صوص الشوكولاتة جاهز اللي احنا هنزين بيه. هناخد مقدار نفس الكوباية اللي عايرنا بيها المقادير بالشكل ده، هنملاها لحد الآخر، وبكده يبقى معانا صوص الشوكولاتة جاهز. خلاص هنشيل ده بقى على جنب، ونشوف هنعمل ايه في باقي الوصفة. معانا كده مقدار الصوص اللي فاضل معانا، نزلنا عليه ببيضتين، وبعد كده هنضيف معلقة كبيرة من الخل. هنضربهم ضربة حلوة زي ما تعودنا، ونشوفهم بقوا بالشكل ده. خلاص هنضيفهم بقى الخليط السائل على الخليط الجاف، اللي هو مقدار الدقيق مع ذرة الملح مع البيكنج باودر. نزلنا عليهم بالمقادير السائلة، وهنبتدي نضربهم زي ما تعودنا. حاجة سهلة وبسيطة جدا تفرحي بقى بيها ولادك عشان السنة الجديدة. كل سنة وانتوا طيبين، ويا رب ان شاء الله تبقى سنة سعيدة، وكل اللي نفسه في حاجة يحققها في السنة الجديدة بإذن الله. ابتدينا نضرب بقى المقدار بتاعنا كده بالمضرب لحد ما ايه الدقيق كله يختفي. اهم حاجة نتأكد ان مفيش اي تكتلات معانا. طبعا اثناء الفترة دي مولعين البوتاجاز بتاعنا، هندخلها على الشبكة اللي في النص، مش بتاخد وقت ولا حاجة. بعد كده قلبنا بقى الخليط بتاعنا. بصوا القوام بتاعه لازم يبقى بالشكل ده. لو لقيتيه تقيل معاكي تقدري تضيفي معلقتين من الحليب وتقلبيهم كويس جدا. حضرنا بقى الصاج بتاعنا، بطناه بفرشة من الزيت ومسحة من الدقيق بالشكل ده، ونفضنا طبعا الزيادات من الدقيق، ونزلنا بالخليط بتاعنا اهو بالشكل ده. كده قوامه حلو جدا، وان شاء الله هترتفع معانا. وكل ده اللي احنا عملناهم بكوباية ونص من الدقيق وبيضتين، يعني حاجة اقتصادية جدا. وما شاء الله طعمها مش قادرة اقولك حلوة ولذيذة جدا. هنبتدي بقى نحاول نفرد كده المقدار لحد ايه ما نفرد الصاج كله بالشكل ده اهو بالشكل ده كده. نسيت اقول لكم ان هي هتاخد في الفرن من 10 ل15 دقيقة. بعد 10 دقايق تفتحي عليها تختبريها، وبعد 15 دقيقة بالظبط يعني ربع ساعة هتطلعيها هتستوي معاكي، لان دي طبعا طبقة رفيعة معمولة في الصاج مش في صينية، ملهاش ارتفاع عالي، فهتستوي على طول. بالشكل ده بقى بتبتدي تخبطي الصاج عشان نطلع منه الهواء، ونسويه بالمنظر ده. هندخلها الفرن ونشوفها بعد ما تطلع. بصوا ما شاء الله بقى حجمها زاد ازاي. كل ده بكوباية ونص من الدقيق، مقدار حلو جدا هيعمل معانا ما شاء الله كمية من الجاتوه. هنشوفها مع بعض دلوقتي. خلاص سيبناها بقى كده لحد ما بردت. بصوا اختبرناها ازاي وهي في الفرن.
دخلنا الخلة كده طلعت معانا نضيفة، طفينا عليها وطلعناها تبرد. بعد كده بالخلة بقى بنبتدي نخرمها كده عشان هنسقيها بالحليب. مش عايزة تسقيها مفيش مشكلة، هي ما شاء الله هشة واسفنجية وجميلة جدا. نص كوباية من الحليب، عليها معلقة من السكر، معلقة من الكاكاو الخام، قلبناهم كويس جدا مع بعض وابتدينا نسقي الكيكة بتاعتنا. اهو بالشكل ده كده بتديها طعم حلو، وبتبقى ما شاء الله كمان عشان الحليب بيديها دسم، نسبة من الدسم كده بتبقى حلوة جدا. عايزة تستغني عن الخطوة دي مفيش اي مشكلة. بنوزع كده السائل بتاعنا كويس. خلاص شربت الخليط بتاعنا. كان عندنا كده كيس واحد من خليط دريم، اللي هو الكريم شانتيه بتاع دريم اللي هو المحلى. ضربناه بنص كوباية من المية الساقعة جدا، وبقى معانا بالشكل ده. لحد كده انتي بعد ما طلعتي الكيكة ومش عايزة تعملي لها الكريم شانتيه مفيش اي مشكلة، هتنزلي الصوص عليها وبكده تبقى جاهزة معاكي. عايزة بقى تدلعيها شوية كده، هنعمل كيس كريم شانتيه زي ما عملناه كده، وبعد كده هندخلها في الفريزر. لازم الكريم بتاعنا يجمد عشان نقدر ايه نوزع عليه خليط الشوكولاتة بالشكل ده. نزلنا بقى بالصوص اللي احنا عملناه وهنبتدي نوزعه على الصاج كله. حاجة سهلة وبسيطة جدا، وان شاء الله مقاديرها حلوة ومتوفرة عندك. وزي ما قلتلك مفيش كريم شانتيه مفيش اي مشكلة، هتنزلي بالصوص على طول على الكيكة وتقطعيها، واي حاجة متوفرة عندك تزينيها. مفيش اي حاجة، هتكتفي بصوص الشوكولاتة وما شاء الله هيطلع معاكي جاتوه في منتهى الروعة والجمال. اهو بالشكل ده ما شاء الله المقدار ده هيقطع معانا 24 قطعة. يعني لو هتجيبيها من بره يعتبر دستين من الجاتوه. حاجة سهلة واقتصادية ونضيفة، انت اللي عاملاها في بيتك وموفرة جدا. طبعا الأسعار غالية نار. جربي بقى الوصفة دي وإن شاء الله هتدعيلي. هنبتدي بقى نسوي الوش بتاعنا بالشكل ده. كلها حاجات سهلة وبسيطة، بالمعلقة سوينا الوش بتاعنا. هنا طبعا انا عشان الفيديو وطبعا الصورة تطلع حلوة، لو انت ما عندكيش مفيش اي مشكلة، بس انا متوفر عندي الشوكولاتة البيضة. خدت معلقة واحدة بس، سيحتها كده وحطيت لها نقطة من الزيت واديتها لون اصفر. طبعا اللون الشوكولاتة هيليق معاه قوي اللون الاصفر. هنبتدي نعملها كده بأي شكل عشوائي. هنعمل كده خطوط وبعد كده نرجع عليها من الناحية التانية. طبعا دي حاجة ترجع لك انتي، لو متوفر عندك هتعملي الحركة دي، مش متوفر خلاص هتكتفي بصوص الشوكولاتة وتقطعيها وما شاء الله هتطلع معاكي حلوة جدا. دي مجرد اضافات بس بتخلي الشكل حلو شوية عن ايه الصوص لوحده. اهو بالشكل ده كده اي شكل عشوائي ما شاء الله اديتها شكل حلو جدا. اهو خلاص كده خلصنا المقدار بتاعنا. هنبتدي بقى نقطعها. ما شاء الله مقدار كبير جدا. اهو هنبتدي بقى بالنظر كده، مش محتاجين بقى مسطرة ولا نقيس ولا حاجة. اهم حاجة كل ما تخرطي مرة تمسحي السكينة بتاعتك عشان يطلع الشكل متساوي. اهو قسمناها كده على اتنين من النص، وبعد كده خدنا النص بالعرض وابتدينا نقطع قطع كبيرة عايزاها بالشكل ده. خلاص مفيش اي مشكلة وتطلعيها. بعد كده قسمناها بقى زي الجاتو بالظبط، كل قطعة عملناها اتنين. اهم حاجة تمسحي السكينة بعد كل ايه قطعة بالشكل ده عشان يطلع معاكي الشكل متناسق وما يتبهدلش منك. خلاص كده بقت جاهزة معانا، تقدري تقدميها برضو بالشكل ده. كده عملوا معانا 24 قطعة من الجاتو. هنا برضو عندنا هنا شوية كريس، طبعا زي ما قلتلكوا الحاجات دي متوفرة عندي. لو مش متوفرة عندك ما تكلفيش نفسك، ملهاش يعني اي لازمة خالص. مجرد قطعة بس بتديها شكل ايه شكل جمالي مش اكتر، لكن الطعم ما شاء الله حلو جدا وان شاء الله هيعجبك بدون اي اضافات. مقطعينها طبعا صغير بالشكل ده وضفناها. حابة بقى تدلعيها اكتر وعندك كريم شانتيه تاني تقدري تعملي بيها وردات فوق الجاتو بتاعك. دي حاجة ترجع لك انت، انا بديكي الفكرة وانت عليكي بقى ان انت تطوعيها على حسب الحاجات المتوفرة عندك. اهو بالشكل ده ما شاء الله. بصوا بقى 24 قطعة
حاجة كده يعني تكفي أسرتك والجيران كمان. اهو بالشكل الروعة ده. حلوة جدا وسهلة وبسيطة. عملناها من غير مضرب، عملناها في الخلاط بمقادير متوفرة ان شاء الله. والطعم بقى مش قادرة اقولك حكاية. خفيفة جدا وطعمها في منتهى الروعة والجمال. اهو ما شاء الله، بصوا بقى خفيفة جدا وطعمها حلو وشهي. بألف هنا وشفا لكل اللي هيجربها بإذن الله. وكل سنة وانتوا طيبين ودايما مع بعض يا رب معيدين كده. وتبقى سنة سعيدة عليكم وعلى الجميع بإذن الله. ما تنسيش بقى لايك وشير وسبسكرايب لكركديه وتمر هندي.